في رجلها ريش. شوف كيف الحجل يحس في رجلها مع الوساخة اللي تيجي بين الريش وبين الرجل، فتنضطر يا أما تقص الحجل يا أما تراعيه في النظافة. دحين الآن نبقى نبتدي نشتغل عليه بالنسبة للتنظيف على أساس ننظفه. ممكن في عمل إنه يتنظف ويشتغل، وممكن ما يتنظف، فمعناته تنضطر لازم تكسر الحجل. فمعناته إذا كسرت الحجل الطير ما حد له أي أهمية ولا قيمة إلا عند صاحبه اللي يفهمه اللي عارفه. مضبوط. شوف كيف طريقة التنظيف. هذا بخاخ الصدى، ينبخ على نفس المنطقة اللي هي من تحت الحجل، ويترك لبضع ثواني. يبدأ بلف الحجل. هذا الحجل لف تدريجيا، شايف كيف لف؟ نعم. نزيد ما يأثر فيه بخاخ صدى؟ لا ما يأثر. فهذا كل ما في الأمر إنه يبدأ ينظف. شوف كيف تندر القشور. هذه الحاجة اللي موجودة بين الحجل وبين الرجل. باين هنا في تورم بالرجل. هي طبعا هذا شوف، هذه وصلها. ابتدى يتنطف او يخف نوعا ما. هذه وصلة ثانية. شايف كيف؟ ابتدى يطلع. شوفها عبارة عن أوصاف، وهذه أسبابها يرجع لعدم النظافة بالترويش. طيور ما تروشت، فإذا ما تروشت تؤدي للنتيجة هذه. كده وصلنا لنص المرحلة في النظافة. شوف كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تورم الرجل بعد التنظيف؟ لا ما تتورم. فطبعا هو له طريقة انك تمشي بها عشان ما تأذي الطير، يعني ما تضغط عليه زيادة عن اللازم.
طبعا منصور الطيور اللي تكون فيها شرابة كيف تسوي فيها؟ فهذه بعد فترة ممكن تقص الحجل من رجلها بسبب الشرابة. بسبب الشراب. يعني إذا هذا بدون شرابة وتنظيفه صعب، ما بالك اللي يكون مشرب وفيه ريش هذا وقصب. فيه شراب بس شرابه برضه ضعيف، يعني مو ذاك الشراب اللي بذاك المعنى. نرجع نزيد نديله تخفيف بالنسبة. شوف ابتدى شايف كيف بعد يخرج. مم. ابتدى الآن يسيح خلاص. هذا خلاص ابتدى يروح. الحجل اللي ما كان يلف صار له في الراحة. ها صار له في الراحة. صار له، وهنا طلعت الوساخة. شايفها مم. ما عاد في شيء. الحمد لله على السلامة. وهذه نظرية على أساس يعني بدل ما تقص الحجل من رجل الطير يتنظف بالطريقة دي ويرجع زي ما كان، ما في ولا شيء، حتى الورم يخف تدريجيا.